واهلا بيكو في الصين. جبت حاجة كلها، لقيت شيبسي بطعم خيار. حلو، شغال مش بطال. فبصراحة انا رجعت أنا ما كنتش هجيبه، بس قلت هات تجرب يعني. دي حاجة مش هتلاقيها تاني يعني. افتكرت اعلان شيبسي زمان، شيبسي بطعم كباب هدية للأحباب. فده بقى شيبسي بطعم خيار، هدية ليه؟ للأشرار. وده المنظر من العلبة من جوه. مش عارف ايه الاخضر اللي عليه ده، خيار ولا مش عارف. لما ندوق الشيبس اللي بطعم خيار. اول خيارية. حلو. هو مدي على خيار على كنتالوب، بس ايه، شغال ظريف. لا والله محترم يعني، وجديد. غالبا هشتري كمان علبة وانا ماشي. تمام. كمان خيارية. لا حلو، شغال. للأسف معايا في الصين ساعات بس مش كتير يعني. بس يلا الحمد لله على كل حال. اسمنا جينا الصين دي. اسمها المدينة ايه؟ شينزن. انا خدت يعني وقت طويل على ما اعرف الاسم، حتى طلعوا هنا بينطقوها بطريقة تانية، بأسرع. جينزن كده، جينزن. في المطار لما بقول لها التذكرة كذا تقول جينزن. طيب شينزن، انا الاول كنت ما كانت تايهة خالص يعني. ف يلا نقضي الساعات اللي لينا دي في الصين على خير ان شاء الله، في الترانزيت الجميل. وادي الصين باينة، شينزن اهي قدامي، بس حيشني عنها الازاز. انا في منطقة الترانزيت الدولي، و بس انا في الصين. ده حاجة جميلة بصراحة يعني، ما كنتش اتخيلها في يوم من الايام يعني. بين ما وراء المطار بقى، والحاجات والطيارات والحاجات التموين والحاجات دي، بين هناك المباني ومباني تحت الانشاء وكده. تمام. وجبل وشجر. هي شنزن مدينة كبيرة يعني، ومدينة حديثة. كانت من حوالي 30 40 سنة مجرد قرية للصيادين أو حاجة زي كده. و زي معظم الحاجات التانية في الصين اتطورت في الفترة الوجيزة دهيت. يلا نكمل بقى الشيبس بالخيار، ونشوف هناكل ايه معاه تاني. هنشوف على حاجة حلال كده او حاجة، بحيث تبقى ديت غدانا في الكام ساعة اللي جايين دول. بالتوفيق، واشوفكم في فيديو تاني قريب ان شاء الله.